السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تستفيدوا بيه. هعمل لكم مخلل اللفت بطريقة سهلة وبسيطة، ويعيش معاكم لمدة سنة كاملة أو من الموسم للموسم أو لشهر رمضان المبارك لو تحبي. بننقي الثمار بتكون متوسطة الحجم أو صغيرة، وبنتأكد كويس جدا إنها مش شيخة يعني بايظة، كمان تكون مدورة. ما تنقيش الثمار اللي تكون بالطول كده، بتبقى مش كويسة وشيخة. نبتدي نجيب الثمار ونحوش الأجزاء الخضراء، وفي ناس بتخلي الأجزاء الخضراء حسب رغبتك، ونبتدي نرش عليه ملح ناعم من بالليل للصبح، وبندلق المية اللي بتطلع من التساقط الملح مع اللفت، بنرميها لان هي بتهري اللفت. بنستخدم ملح خشن، سكر، وفي ناس بتضيف عصفر لو تحبي، وناس بتضيف شطة مطحونة او قرون شطة. انا بفضل قرون الشطة عشان ما تعملش لون اللفت، وكمان علشان تخلي طعم اللفت مش حراق قوي. بنضيف ميه مغليه، بنغلي الميه وبنضيف لكل كوبايه ميه مغليه ومبرده، يعني لازم تبرد الميه كويس جدا. بنضيف لها معلقه ملح خشن، وكمان بنضيف على المقدار كله معلقه سكر او معلقتين سكر على حسب كميه اللفت اللي بتعمليها. بنضيف كوبايه خل، بنضيف قرون شطه، ونبتدي نقلب كل المقادير. وفي ناس بتحط بنجر، البنجر بيدي لون حلو جدا، وخصوصا لو تعمليه في رمضان الناس بتحب الترشي باللون الجميل بتاع البنجر. وفي ناس ما بتحبش لون اللفت غامق قوي، فبتحطي اللفت نفسه بيطلع لون بامبا، بيبقى شكله حلو جدا لو تحبي. بنستعمل برطمان ازاز، لو مش موجود برطمان بلاستيك، بس يستحسن لو هتخلي اللفت يعيش فترة طويلة تحطيه في برطمان ازاز عشان يحافظ عليه. القرون الشطة حلوة جدا، ونبتدي نغطي اللفت لغاية ما تملي البرطمان، وتغطي بالمقدار كله بالخل والملح والسكر المية المغلية المبردة. وبعد كده بنقفل عليه كويس جدا، وبنقفله بكيس بلاستيك، ونقفل البرطمان ونسيبه